البنت دي كان سنها كبر على الجواز، لكن حماتها جت قبل فرحها بيومين وقالت لها ان انت مش تنفع تتجوزي ابني لان انت ممكن ما تخلفيش. انهارت البنت وتعبت نفسيا جدا وجالها اكتئاب وبدات تفضل تعيط. وعشان طبعا والدها شافها بالمنظر ده خدها لبيت ربنا عشان تعمل عمره ونفسيتها ترتاح وتبقى احسن، وطلبت من ربنا ان هو يعوضها عن كل اللي حصل لها. ومن هنا وهي راجعه قابلت واحدة صاحبتها في المطار وقالت لها ان اللي كان راكب جنبك صديق زوجي وانت عجبتيه وطبعا عاوز يتجوزك. طبعا كرم ربنا ما فيش احسن منه. عدت سنة واتنين وتلاتة لكن البنت ما خلفتش. افتكرت ساعتها كلام حماتها القرشانة لما قالت لها ان انت ممكن ما تخلفيش. لكن بعد كذا سنة فوجئت ان هي ربنا رزقها بثلاث توائم. سبحان الله، ربنا ليه حكمة وليه سبحان الله ما بيسيبش ابدا ابدا حد بيقول يا رب. جابت فاطمه وحسن والحسين، وكده ربنا اداها كل املها وكل احلامها لان هي صبرت طبعا وكانت من الصابرين، فربنا عوضها صبرها خير وجبرها.